الطبيبة التي رافقت جيفري أبستين في جزيرته والتي شهدت انهياراته الخفية والرعب الذي كان يجتاحه قبل لقاء من وصفتهم بأنهم فوقه لا تحته. قبل أن نبدأ يجب أن أوضح شيئا. يبدو أن العالم لم يرغب في تصديقه طوال السنوات الماضية. الصورة التي رسمت لجيفري إبستين في الإعلام، الرجل الشيطان، المايسترو، العقل المدبر لكل ما حدث، هذه الصورة ليست دقيقة إطلاقا. ليس لأن الرجل بريء، أنا لا أقول هذا لأبرئه، تبا له، لا، بل كنت أتمنى أن أرى المشنقة تلتف حول رقبته في ساحة عامة، فهو ارتكب من الجرائم ما يكفي ليمحو ضميره لو كان لديه ضمير أصلا. هو مجرم ويتحمل جزءا كبيرا من الفظاعة التي حدثت حوله، بل كان في قلبها. لكن القصة ببساطة أكبر بكثير من قدرته ومن شخصيته ومن كل ما كان قادرا على احتماله. من يعتقد أن إبستين كان كبيرهم فليسمح لي أن أقول له إنه ضحية أكبر عملية خداع بصري في التاريخ. الرجل الذي رأيتموه بابتسامته الباردة وشعره الشائب لم يكن سوى الواجهة، أما الجوهر الحقيقي لكل ما كان يجري حوله فلم يكن هو من يصنعه، كان هو القفص الذي تحبس فيه الوحوش الحقيقية. وأنا أقول هذا من واقع عملي معه، ومن واقع الساعات التي قضيتها معه وحدي بعيدا عن الكاميرات والمقابلات، عندما كان ينهار بلا أقنعة ولا تمثيل. أول دليل على أن الصورة أكبر منه هو حالته النفسية التي لم يعرفها أحد. إبستين لم يكن ذلك الرجل المتماسك الذي يتصرف وكأنه يسيطر على كل شيء. الحقيقة أنه كان يعيش بنسختين مختلفتين تماما، الرجل القوي الذي يشتري ذمم القضاة، والطفل المذعور الذي كان يطلب مني جرعات مضاعفة من المهدئات ليتحمل نظرة واحدة من الجنرال أو السياسي الذي كان ينتظره في القاعة المجاورة. نعم، كما سمعت، في سجلاتي الطبية السرية لم أكن أعالجه من الأرق، كنت أعالجه من التمزق. لقد قمت بمعاينته في لحظات انهياره التي لم ترها كاميرات الصحافة. هل أخبركم عن نوبات الهلع التي كانت تجعله يزحف على الأرض؟ أم نوبات الهلع التي مر بها وهو يتقيأ من شدة الرعب؟ هو كان يعتقد أن بعض أفعاله الغريبة والشاذة جزء من علاجه، كان يقوم بها ليهرب من الحالة النفسية التي تطارده وليقنع نفسه بأنه ما زال قويا وقادرا على التحكم. كان يمثل القوة أمام الآخرين لأنه لم يكن يحتمل فكرة أن يظهر ضعيفا أمام أي شخص، يعني كان يخاف من أن يرى الناس مدى هشاشته، كان يخاف منهم أكثر مما خافوا هم منا. أعرف أن ما سأقوله ليس سهلا على أحد، لكن دعوني أقولها كما رأيتها لا كما يريدونكم أن تروها. جيفري إبستين لم يمت لأنه تعب من الحياة، ولم يمت لأنه ندم، ولم يمت لأنه خاف من السجن. هو مات لأنه أصبح خطرا ليس على ضحاياه بل على الذين يصنعون أمثاله. الخطر لم يكن صعوده، كان في سقوطه. أنا كطبيبة رأيت أناسا يموتون آلاف المرات قبل أن تتوقف قلوبهم، لكن إبستين الطريقة التي انتهى بها، التوقيت، التفاصيل، كلها تصرخ بشيء واحد: انتهت صلاحيته. نعم، كل شيء في موته كان يشبه لحظة رمي ورقة احترقت بالكامل، لم يعد فيها شيء صالح للاستخدام. وعندما تنتهي صلاحية شخص مثله لا يذهب إلى المحكمة، يختفي. السؤال ليس كيف مات، السؤال الحقيقي هو من الذي قرر أن وقته قد حان. موته لم يكن نهاية قصة، بل كان إغلاقا قسريا لصندوق أسود قبل أن يفتح أمام العلن. لقد كانوا بحاجة إلى إسكاته، حاجة أكبر بكثير من حاجتهم لمعاقبته، ولذلك اختفى الشبح، وبقيت الشياطين في الظل تتحرك بهدوء كأن شيئا لم يحدث. وأنا لا أقول هذا من باب التحليل، بل من باب القناعة، قناعة مبنية على ليال رأيته فيها ينهار لأن وجها واحدا هدده بنظرة، قناعة مبنية على اتصالات كانت تغلق الباب في وجهي لأن ما يجري فوقي لم يكن ليعرفه شخص بدرجتي، قناعة مبنية على الدواء الذي كان يتوسلني أن أضاعف جرعته قبل اجتماعات معينة، اجتماعات كانت تكفي لإعدامه لو تكلم. لقد مات إبستين، لكن موته كان مجرد عملية تنظيف مسرح قبل سقوط الستارة. والآن بعد أن رحل الشبح لم يبقى سوى سؤال واحد: هل حان الوقت أخيرا ليعرف العالم الحقيقة التي دفنوها معه؟ قبل أن تربطني أي علاقة بجيفري إبستين
كنت مجرد طبيبة عادية في نيويورك. عيادتي في الجادة الخامسة، مرضاي من الطبقة الراقية، ولم يكن هناك أي شيء غير طبيعي في حياتي. وفي إحدى الأمسيات دخل مكتبي كأي مريض آخر، بدلة أنيقة، صوت هادئ، ملف طبي بسيط، ورجل له سمعة ممتازة في المجال الأكاديمي والخير آنذاك. لم يكن هناك ما يدعو للريبة، كان مجرد موعد واحد، ثم تبعه آخر ثم آخر. وبصراحة لم يكن أكثر من رجل ذكي كثير السفر يحتاج إلى إشراف طبي دوري بسبب الإرهاق. هذا كل ما رأيته في البداية. مع الوقت بدأ يطلبني في الرحلات الطويلة بحجة أن العمل مرهق وأنه يحتاج وجود طبيب معه احتياطا. كانت الطلبات متزايدة، لكنها لم تخرج عن إطار الطب. وبالنسبة لطبيبة مثلي هذا ليس أمرا غريبا. أطباء كثيرون يرافقون رجال أعمال في رحلاتهم الدولية. لكن هناك لحظة لا أنساها أبدا. كانت أول مرة أكون في طائرته وأرى الضيوف الحقيقيين الذين يسافرون معه. نظرات متبادلة، همسات مقطوعة، فتيات يتحركن بسرعة، وحرس يعاملون الأمر وكأنه جزء طبيعي من الرحلة. حينها شعرت بشيء غريب، ليس صدمة بل خللا في الصورة. ومع ذلك كنت أمارس مهنتي بمهنية كاملة، لا أتدخل، لا أسأل، لا أشارك. مهمتي كانت واضحة، صحة الراكب فقط. وبعد عدة أشهر حصل التحول الذي غير حياتي بأكملها. استدعاني إلى مكتبه، جلس خلف مكتبه الخشبي وقال لي بصوته الذي دائما يبدو هادئا أكثر من اللازم: أريدك في الفريق الأساسي في الجزيرة. لا أنكر، الكلمة وحدها أخافتني، الجزيرة. لكن بعدها بدأ يتحدث عن منصب طبي حساس، قيمة إنسانية، إشراف شامل على الصحة العامة، وأجور أعلى من كل ما يعرض في نيويورك. وأنا طبيبة. أنا أؤمن أن الطب يمارس في كل الظروف، في الأحياء الفقيرة كما في القصور. وما دام عملي لا يخرج عن إطار الخبرة الطبية فلماذا أرفض؟ هذه كانت قناعتي حينها. ثم جاءت المرحلة الأكثر جدية، العقود. عقود سرية، بنود تمنعني من تدوين الملاحظات سوى بشكل ذهني، تمنعني من ذكر أسماء، تمنعني من الاحتفاظ بأي سجلات مكتوبة. كانت تلك أول إشارة إلى أنني أدخل مكانا لا يشبه شيئا عرفته. رغم ذلك وافقت. لماذا؟ لأن العرض كان أكبر من وظيفة، كان منصة، نفوذ، مسؤولية، ولأكون صادقة، مالا يغير حياة أي طبيب. وبينما كنت أوقع على تلك الأوراق الثقيلة لم أكن أعلم أنني أخط أول خطوة في متاهة لا يخرج منها أحد كما دخل. لم أكن أعلم أنني سأصبح شاهدة على أشياء لا يصدقها عقل. ولم أكن أعلم أن الرجل الذي يجلس أمامي مبتسما كان يخفي خلف تلك الابتسامة غرفة كاملة من الرعب. حتى نفهم الحقيقة كما هي يجب أن أوضح شيئا مهما. جيفري إبستين لم يعترف لي ولا لأي طبيب بحالته النفسية في البداية. كان يمثل أمام الجميع دور الرجل الحديدي، ذلك الذي لا يحتاج أحدا ولا يهتز لشيء. حتى أمامي كان حريصا أن يبدو متماسكا. ابتسامته الباردة، نبرة صوته الهادئة، طريقته في إخفاء التوتر، كلها كانت جزءا من قناع ارتداه لسنوات. لكن الطب لا يخدع، الجسد يفضح ما يخفيه العقل. منذ الشهر الأول لاحظت عليه شيئا غير منطقي. الأرق لم يكن مجرد أرق، كان هربا من شيء. انقطاع النفس لم يكن جسديا، كان فزعا مكتوما. نوبات الغضب لم تكن غضبا، كانت محاولات لإعادة السيطرة. كنت أراقب، فقط أراقب، أقدم النصيحة الطبية وهو يهز رأسه وكأنه يسمعني، لكنه لم يكن يسمع أحدا. إلى أن جاءت تلك الليلة. كانت الساعة بعد منتصف الليل بقليل، وسمعت صوت ارتطام خفيف قرب الجناح الطبي. طرقت الباب ولم يجب أحد. فتحت الباب ورأيته، الرجل الذي يصوره الإعلام كوحش لا يقهر. كان جالسا على الأرض، ظهره منحني، يداه ترتجفان، وجهه مبلل، وجسده كله يتشنج. كانت تلك أول مرة أراه بلا قناع. لم يكن يتألم، كان منهارا. رفع رأسه نحوي بطريقة لا تشبهه وقال: لا يمكنني التنفس. لم يقل أكثر من ذلك، لكنني كطبيبة فهمت كل شيء. لم يكن يحتاج أن يشرح. كان يعيش بين حياتين، حياة أمام الآخرين، يصرخ على كبار الموظفين، يقرر مصير الآخرين بلمسة هاتف، وحياة في الداخل، طفل مذعور ينهار قبل كل اجتماع مع الشخصيات الثقيلة التي تنتظره في الغرفة المجاورة.
صدقني، في سجلاتي الطبية لم أكتب اضطراب ولا أرق أو تعب نفسي. كنت أكتب كلمة تمزق بين دوره في الواجهة وبين موقعه الحقيقي في السلسلة. تلك الليلة لم يتحدث كثيرا، كان يتكلم بنصف جمل، وكأن هناك خطوطا لا يستطيع تجاوزها أو يخاف من تجاوزها، لكن انكساره كان كافيا لأفهم أن القوة التي يظهر بها ليست قوته. هو لم يكن مهندس اللعبة، هو كان جزءا منها. بعد تلك الليلة تغير كل شيء بالنسبة لي. بدأت أفهم أن أدويته ليست مجرد مهدئات. الأدوية التي كان يستعملها لم تكن تجلب من صيدليات نيويورك، بل من مصادر خاصة لا تخضع للرقابة التقليدية. مهدئات بتركيزات غير متداولة، أدوية تستخدم عادة في بروتوكولات علاج ما بعد الصدمات القاسية، محفزات عصبية تساعده على الحفاظ على التركيز قبل الاجتماعات الطويلة مع ضيوف معينين. كانت مخازن الجزيرة الطبية مجهزة بما يكفي لإدارة مستشفى صغير، لكن الجزء الغريب أن معظم الأدوية لم تكن مكتوبة في السجلات الرسمية. كانت تأتي بصناديق بلا شعارات، بلا أوراق، بلا تواريخ، مجرد أكواد لا يفهمها إلا اثنان فقط، أنا والمشرف الأمني. رسميا كنت الطبيبة المشرفة، لكن عملي الحقيقي كان شيئا آخر تماما. أحيانا أبقى محبوسة في مكتبي طوال الليل بانتظار نداء طارئ، وأحيانا يطلبون مني مرافقتهم إلى إحدى الأمسيات الراقية التي كانت تقام في أطراف الجزيرة. لم يكن يسمح لي بالتدخل في أي شيء خارج الطب، ولكن لم أكن عمياء. رأيت ما يكفي لأفهم أن الجزيرة كانت نظاما مغلقا. كل غرفة لها وظيفة، كل ضيف له دور، كل فتاة تأتي لسبب وتذهب لسبب آخر. وفي إحدى الأمسيات وقفت في الشرفة العليا للمبنى الرئيسي، ورأيت شيئا جعلني أدرك أنني لم أعد مراقبة، بل أصبحت جزءا من المشهد حتى لو كنت أكرهه. كنت أرى الاحتفالات، لكن العيون كانت تفضح الحقيقة. عيون فتيات لا يعرفن كيف جئن، وعيوني أنا التي لم تعد تعرف كيف تخرج. من هذه اللحظة فهمت، أنا لست طبيبة في جزيرة، أنا شاهدة داخل خريطة جريمة دولية، وكل ما اعتقدته صدفة أو ظروف عمل لم يكن سوى باب صغير يفتح على دهاليز أكبر بكثير. ولأقول لكم لماذا أعتقد بثقة كاملة أن جيفري لم يكن سوى الواجهة الأمامية لنظام معقد وخطير. هذا اليقين لم يأتي من جلسات العلاج ولا من ملفاته الصحية، بل من اللحظات التي كنت أشعر فيها أنني شاهدة رغما عني على شيء أكبر بكثير من رجل مضطرب يحاول إخفاء ضعفه وراء المال. لاحظت أن هناك نوعين من الضيوف، ضيوف يظنون أنهم مهمون، وضيوف يعرف الجميع أنهم أهم من الجزيرة نفسها. الفئة الأولى كانت تأتي باستعراض، لكن الفئة الثانية كان دخولهم صامتا لدرجة أنك تشعر أن الهواء نفسه ينسحب احتراما أو خوفا. مجرد ظهورهم في الممر كان كافيا لتغيير مزاج الجزيرة كلها، وهؤلاء بالذات هم الذين سمعت نبرة أصواتهم مع إبستين. لا تحتاج أن تكون طبيبا نفسيا لتفهم الديناميكية بين شخصين، وما كنت أسمعه لم يكن حديث شخصين متساويين، لم يكن حتى حديث رئيس وموظف. كانت نبرة تحمل شيئا واحدا، أوامر، طريقة مخاطبتهم له، الاختصار، الحزم، كلها كانت تقول شيئا واضحا: هم فوقه وفوق الجزيرة وفوق كل ما نراه في الإعلام. أكثر ما صدمني هو التغير الذي أراه في ملامحه قبل دخول تلك الشخصيات مباشرة. رجل اعتاد السيطرة والغرور والثقة كان يتحول في لحظات إلى شخص آخر، ولا يشبه أي رجل يملك جزيرة خاصة وطائرات خاصة ونفوذا هائلا. وفي السنوات الأخيرة تحديدا، عندما كانت تصل تلك الزيارات، كانت الجزيرة تتغير بالكامل، تغلق الممرات، تتبدل البروتوكولات، يتغير جدول الطاقم، ويتصرف الجميع وكأنهم يتحركون داخل غرفة مليئة بالمتفجرات. لا أحد يرفع صوته، لا أحد يسأل سؤالا، لا أحد يمر حيث لا يجب أن يمر. يعني باختصار، إبستين كان صغيرا جدا أمامهم. I will tell you about one incident, just one. سأروي لكم حادثة واحدة فقط، ولو أردت أن أحكي كل ما رأيته هناك لاحتجت سنوات. كانت ليلة عشاء اعتيادية، الضيوف جلسوا حول الطاولة الطويلة في القاعة الكبرى، أضواء خافتة، موسيقى نشاز، وجو هادئ يسبق عادة الفوضى التي نعرف نهايتها.
أنا كنت على الطرف أراقب كالعادة عن بعد، أتابع العلامات الحيوية لإبستين لأنه كان يعاني من تذبذبات حادة أحيانا. العشاء كان فاخرا جدا، أكثر من المعتاد. أطباق صغيرة معدة بعناية، مكونات مستوردة. ذلك النوع من الوجبات الذي يجعلك تتساءل: هل نحن في جزيرة نائية أم في مطعم من فئة 3 نجوم ميشلان؟ الكل بدأ بالأكل، أصوات شوك معدنية، ضحكات متكلفة، حركة خدم مدروسة. بعد 10 دقائق فقط تغير كل شيء. أول ضيف وضع يده على صدره، ثان فقد توازنه، ثالث بدأ يتعرق بشكل غير طبيعي، ثم موجة كاملة من الانهيارات، ضغط يرتفع بشكل جنوني، نبض يتسارع، حالات إغماء واحدة تلو الأخرى. القاعة الكبيرة تحولت خلال أقل من دقيقة إلى غرفة طوارئ مرتجلة. في البداية توقع الجميع أنه تسمم غذائي، الافتراض المنطقي الوحيد. حتى أنا كطبيبة كان هذا أول ما خطر ببالي، لكن شيئا لم يكن منطقيا. تسمم غذائي جماعي يجب أن تكون له أعراض متشابهة، لكن ما رأيته أمامي لم يكن متشابها أبدا. كانت الأعراض متضاربة، وكأن كل شخص تناول شيئا مختلفا. A specialized team, usually summoned for تدخل فريق مختص كان يستدعى عند الحالات الحساسة. تحليل سريع، همسات بينهم، نظرات مرتبكة. ثم جاء الشخص الذي كان مسؤولا عن الأمن الغذائي في الجزيرة، وهمس لي بجملة لم أنسها إلى اليوم: المشكلة ليست في الطعام، المشكلة فيما أضيف للطعام. لم يشرح، لم يكمل، لكنه سلمني تقريرا أوليا مكتوبا فيه بخط صغير جدا: وجود مادة عضوية مجهولة المصدر، نسبة التفاعل عالية. هل تفهمون ما أعني؟ لم يقل أحد كلمة خطر، ولم يقل أحد كلمة غير قانوني، لكن كل عاقل يعرف جيدا أن وجود مادة عضوية غير معرفة داخل طبق فاخر يقدم لشخصيات مرموقة ليس أمرا يحدث بالصدفة. والأغرب من كل هذا، إبستين كان الوحيد الذي لم يلمس الطبق. كان يجلس على رأس الطاولة يراقب. هدوءه في تلك اللحظة كان أشد إرباكا من حالة الانهيار الجماعي نفسها. في اليوم التالي تغيرت قوائم الطعام بالكامل، استبعد فريق كامل من الجزيرة، وتم حذف كل سجلات تلك الليلة من وثائق الطاقم. لكن بالنسبة لي كانت تلك اللحظة أول مرة أدرك فيها أن الجزيرة ليست مكانا للمتعة كما كانوا يصورونها. كانت مختبرا كبيرا، مختبرا تجرب فيه أشياء لا يسمح العالم الخارجي حتى بذكرها. ولليوم ما زلت لا أعرف ما الذي وضع على المائدة فعلا، لكنني أعرف شيئا واحدا: تلك الليلة لم تكن حادثا، كانت رسالة. ولمن وجهت الرسالة؟ هذا سؤال لا تزال إجابته أخطر من أن تقال. عندما اعتقل جيفري إبستين في 2019 كنت خارج هذه الدوامة تقريبا، لكنني لم أستطع تجاهل الخبر. مهما كان ما فعله ومهما كان حجم الجرائم التي ارتكبها، كنت أعرف شيئا واحدا فقط: حالته النفسية كانت قنبلة موقوتة، وإذا ترك وحده فهو لن يصمد كثيرا سواء بفعله أو بفعل غيره. ولهذا السبب تحديدا حاولت أن أفعل ما يفعله أي طبيب مسؤول: أن أذهب وأتابع حالته، لا بدافع التعاطف بل بدافع المعرفة، لأنني كنت أعرف جسده وعقله وردود فعله في لحظات الانهيار أكثر من أي طبيب يمكن أن يراه لأول مرة خلف القضبان. ذهبت إلى المنشأة، طلبت مقابلة رسمية، قدمت هويتي، شهاداتي، تاريخ عملي معه. كنت أتوقع الحصول على إذن مؤقت، مجرد متابعة طبية لا أكثر، لكن الرد كان صدمة بحد ذاته، بطلب من جهات عليا لا يسمح لك بالاقتراب من ملفه الصحي. لم أمنع فقط من رؤيته، بل منعت حتى من قراءة تقريره الطبي. شيء لم يحدث معي طوال حياتي المهنية. تواصلت بعدها مع وزارة العدل بشكل رسمي عبر البريد والسجلات، على أمل أن أحصل ولو على ملخص لمستواه النفسي. هل يتجاوب؟ هل يأكل؟ هل يتحدث؟ لكن الإجابة كانت دائما غامضة، مطاطية، مكررة: الوضع تحت السيطرة. وكل طبيب في العالم يعرف أن هذه العبارة تعني أن لا شيء تحت السيطرة فعلا. ثم جاءت الليلة التي أعلنوا فيها وفاته. قالوا هو من اختار ذلك. اسمحوا لي أن أقولها بوضوح تام: أنا لا أصدق ذلك، لا لثانية واحدة. ليس لأنني أرى فيه ضحية، بل لأنني أعرف تركيبة جسده، وأعرف تركيبته النفسية، وأعرف حدود هشاشته وحدود قوته، وأعرف اللحظة التي ينهار فيها واللحظة التي يقاوم فيها. هو لم يكن يمتلك الشجاعة ليفعلها بنفسه،
والأهم لم يكن مسموحا أن يفعلها بنفسه. هناك فرق كبير، أقولها كطبيبة وكشاهدة وكامرأة عملت معه سنوات. موته لم يكن نهاية قضية، كان نهاية مرحلة، كان إغلاقا محكما لصندوق أسود قبل أن يفتحه أحد. لا يهم ما إذا كان قد مات في زنزانته أو مات بعدها أو مات قبلها، المهم أن لحظة انتهاء الصلاحية قد حانت، والشبح الذي صنعوه لإخفاء وجوه أخرى كان يجب أن يختفي. وأكررها حتى لا يساء فهمي، جيفري إبستين مجرم من الدرجة الأولى، ليس بريئا ولا ضحية، لكن القضية لم تكن عنه أبدا. هو كان الواجهة، تمثال الشمع الذي يوضع أمام الباب بينما التحرك الحقيقي يجري في الخلف. أنا اليوم أقف هنا لأنني أعلم شيئا واحدا فقط: عندما تنهار كل الخيوط، وعندما تظهر كل الأسماء، وعندما تفتح كل الملفات، لن يتغير عنوان صحيفة واحدة فقط، بل سيتغير وجه العالم بأسره. It won't just change the headline of a single newspaper. It will change the face of the entire world.